هلو، ويلكم تو توكس ويز اسراء. لو انت فاكر ان انت فاشل عشان انت ما عندكش اراده، فانت لازم تسمع الفيديو ده. معظم الناس فاكره ان الشخص الناجح ده شخص عنده اراده قويه وجامد قوي وبيقدر بقى ان هو يكسر الدنيا، ولما تيجي تعمل زيه تلاقي نفسك مش عارف توصل، فتقول لنفسك ايه ده، واضح ان انا ما عنديش اراده قويه، تستسلم وما تعملش حاجه. هقولك النهارده 6 حاجات عن الالتزام او الديسيبلين هتغير تفكيرك تماما عن النجاح وتخليك اكتر شخص ناجح وتقدر توصل لاي هدف عايز توصله في حياتك. انا عملت الماتش بتاعتي وانتوا كمان اعملوا حاجه سخنه وتعالوا ندخل في الكلام على طول. اول نقطه عاوزه اتكلم فيها هي ان الالتزام مش حاجه بنتولد بيها، مش في الجينز ومش في الدي ان ايه بتاعنا. لو انتوا بصيتوا على بيت هتلاقوا فيه اخين، واحد فيهم ناجح جدا وقمه في الالتزام وعنده سيلف ديسيبلين، والتاني مفيش خالص. الفرق ما بينهم ان واحد فيهم قدر يخلق لنفسه نظام وقدر ان هو يخلي البيئه اللي حواليه تخدمه انه يخلي النجاح اسهل من الفشل. انا زمان مثلا حاولت ان انا اجرب اعمل دايتس كتيره، كنت مثلا ممكن اخسر 2 كيلو وارجع تاني، كنت بستسلم واقول لنفسي واضح ان انا ما عنديش اراده قويه. لكن بمجرد ما عرفت ان انا اخلق لنفسي نظام يخليني اقدر ان انا اكل اكل مغذي لجسمي اسهل من ان انا اكل جانك فود، وان انا اتحرك اسهل من ان انا اكون مكسله واقعد على الكنبه، فجاه الموضوع بقى سهل جدا وبقيت اكتر شخص عنده اراده يقدر ان هو يخس ويوصل للجسم اللي هو بيحلم بيه. لو انت مثلا مجهزه اكل من قبل ما تروحي الشغل، لما تكوني راجعه من الشغل وتلاقي في عندك اكل جاهز اوريدي، هيكون اختيار ان انت تاكلي من اكل البيت المغذي اسهل بكتير من ان انت تطلبي جانك فود من بره. لكن لو انت راجعه بعد يوم طويل في الشغل وما عندكيش اكل جاهز، ساعتها اختيارك ان انت تطلبي اكل من بره هيكون سهل جدا. هي دي الفكره، انك بتخلي اتخاذ القرار المفيد ليكي اسهل من القرار اللي بيأذيكي. لو انت مثلا بتحاول تقلل السكريات بتاعتك ودايما في حواليك طول الوقت اكل كله سكريات، في مثلا درج بتفتحه كتير في اليوم والدرج ده فيه سكريات كتير، شوكولاته مثلا وكوكيز وحاجات زي كده، ساعتها قرار ان انت تاكل من الاكل ده هيكون سهل جدا. غير لو انت مثلا الاكل ده مش قدامك طول الوقت، فساعتها مش هتفكر فيه اصلا ان انت تاكل منه. فمعظم الناس فاكره ان هي ما عندهاش اراده، هي الفكره بس ان هم مش خالقين لنفسهم نظام يخلوا فيه النجاح اسهل من الفشل. طيب ازاي اعمل لنفسي نظام امشي عليه؟ اول حاجه هتعملها تقعد تعمل ريسيرش كده كويس قوي، تشوف ايه هو النظام المناسب ليك ولحياتك. وخلي بالك النظام المناسب ليا هيكون مختلف تماما عن النظام المناسب ليك، لان انا عندي مواعيد شغل مختلفه عنك تماما، البيئه اللي حواليا مختلفه عن البيئه بتاعتك، فلازم تقعد تعمل ريسيرش وتدور على احسن نظام تقدر تمشي عليه يوصلك للهدف بتاعك. تقعد تشوف ايه اللي في البيئه اللي حواليك مخليك مش قادر تنجح، ايه الحاجه اللي حواليك بتخليك دايما بتفشل ان انت توصل للهدف بتاعك. هل هو مثلا وجود اكل كتير حواليك مش عارف ان انت تقاومه، ولا هل هو ان الجيم مثلا بعيد عنك فانت مش قادر ان انت تروح الجيم كل يوم، ولا هو ان انت مثلا بتنزل كل يوم مع اصحابك فبتضطر ان انت تاكل معاهم جانك فود. شوف ايه الحاجه اللي معطلاك ان انت توصل لهدفك وشيلها من حياتك، شيلها من البيئه بتاعتك. تاني نقطه، ما تعتمدش على قوه الاراده، اعتمد على النظام. لو انت معتمد على ان انت كل يوم هتصحى موتيفيتد بقى وقادر ان انت تعمل الحاجات، يبقى انت كده عمرك ما هتوصل لحاجه. لما بدات اهتم باكلي وحطيت رولز كتيره قوي، ما ينفعش تاكلي عيش، ما ينفعش تاكلي سكريات، ما ينفعش تحطي لبن على القهوه بتاعتك. كل يوم بصحى حاسه ان انا بحاول ان انا اقاوم حاجه، وده احساس سخيف جدا لاني كنت حاطه اعتماد كبير جدا على قوه الاراده عندي ان انا اقدر اقاوم كل الاكل ده واقول له لا. ولو قدرت ان انا اقاوم مره ولا 2 هاجي عند نقطه معينه هنهار وهاكل من كل الحاجات ديت. فبدل ما هنعتمد على الحماس هنعتمد على النظام المنطقي اللي احنا حاطينه لنفسنا. بدل ما هقعد اقول ان انا هحاول اقاوم كل السكريات دي، لا، هاخد جزء صغير منها مع الوجبات. لو انا مثلا في فتره بحاول ان انا اخس فيها وهنزل ان انا مثلا اكل بره، يبقى انا من قبل ما اروح انا عارف انا هكون طبق ازاي، قد ايه هيكون فيه نشويات، قد ايه هيكون فيه بروتين. مش هعتمد على حماسي وقوه ارادتي ساعتها ان انا اقول للبرجر لا او اقول للبيتزا لا. لا، انا لما هروح عارف ان انا هاخد طبق سلطه كبير جنب الاكل، وهاخد من كل الاكل اللي انا بحبه، وهاكل واوقف عند شبع مريح. ولو انا مثلا عارف ان انا هاكل ديزرت او هحلي بعد الاكل، يبقى هسيب مكان في معدتي فاضي للحاجه اللي انا هحلي بيها دي. فانا عندي ستراكشر ماشي عليه. تالت نقطه عاوزه اقولها هي ان الالتزام مش صعب. ناس كتير قوي بتقعد تقول ان هي مش عارفه تكمل في الحاجه، مش عارفه تلتزم بيها او مش عارفه تخليها عاده، فبيقعدوا يقولوا لنفسهم ان هم كده ما عندهمش اراده وان الالتزام ده حاجه صعبه جدا. لا، ده معناه ان انت بتحاول تعمل حاجه كبيره قوي في البدايه وانت لسه مش جاهز لها. زي كانك بتروح الجيم بتحاول تشيل اوزان تقيله قوي وانت لسه اول يوم ليك في الجيم. مش منطقي ان انت تبدا كده، منطقي ان انت تبدا بالراحه، تبدا باوزان خفيفه لحد ما جسمك يقدر يتحمل الاوزان دي، وبعدها تبدا تزود في الاوزان. لو انت مثلا بتحاول ان انت تبقى بتقرا كل يوم، ما ينفعش تيجي فجاه تقول ايه انا من بكره هقعد اقرا 100 صفحه. ده مش منطقي، كانك داخل بتحاول تبقى فاشل.
المنطقي ان انت تبدأ واحدة واحدة، تبدأ ان انت بأول حاجة تقرا صفحة، بعد كده بعدها بكام يوم تقرا صفحتين وهكذا، لحد ما دي تبقى عادة تقدر ان انت تعيدها كل يوم. ولا تيجي مثلا واحدة تقولي انا من بكرة مش هاكل عيش. لو قدرت ان انت تقاومي يوم ولا يومين بقيت حياتك هتقدري تكملي بالطريقة دي؟ صدقيني لأ، مع أول فرصة هتشوفي فيها عيش هتنهاري عليه وهتاكليه، مع إن هو أصلا ملوش طعم، بس اللي هو انتي بتاكليه لأن انتي حاسة إن انتي محرومة منه. فبلاش تبدأي فجأة، لأ، بدل ما تشيلي العيش كله حطي كمية أقل، بدل يا ستي ما بتاكلي رغيفين كلي نص رغيف، كلي رغيف حتى. فالأحسن إن انت تعمل حاجات صغيرة مستدامة على إن انت تعمل حاجة كبيرة وبعدها بكام يوم تروح مبطلها. فبدل مثلا ما تكون بتعمل رياضة قاسية جدا بتحسسك كأنك بتعاقب نفسك، جرب كذا نوع من الرياضة، جرب كذا ستايل، شوف ايه الحاجة اللي انت بتخليك تكون مرتاح، ويا سلام لو في اخرها كمان بتحس بانبساط. اي حاجة في اخرها ريورد جسمنا بيكون سهل جدا ان هو يكررها، لكن اي حاجة بيكون فيها احساس بالعقاب جسمنا بيحاول يتجنبها، لان ده مزروع في غريزتنا من زمان. رابع نقطة عايزة اتكلم فيها، الاسهل من ان انت تبطل عادة سيئة انك تبدلها بواحدة جديدة تكون ضررها اقل شوية. في مدخنين مثلا بطلوا التدخين بان هم بدلوه باللبان، حاجة اقل بكتير ضررا من السجاير طبعا. لو مثلا بحاول ابطل اشرب قهوة الصبح، بدل ما اشيلها فجأة من اليوم بتاعي هبدأ ان انا ادور على بديل ليها. ابدأ مثلا ان انا اشرب قهوة بدون كافيين. الي 10 سنين كل يوم بصحى الصبح بشرب قهوة، فاكيد لما هصحى الصبح هبقى دايما عايزة اشربها. لو انا قدرت ان انا اقاوم يوم ولا يومين ان انا ما اشربهاش، هاجي بعد كام يوم هقول لا خلاص بقى انا مش قادر واروح اعمل كوباية قهوة. لكن لو انا في بديل تاني بعمله، ساعتها تفكيري في القهوة العادية دي هتقل، لان انا اوريدي بشرب مثلا نوع تاني او بعمل حاجة تانية بديلة ليها. فانت مش محتاج تنط على ان انت تبطل العادة السيئة على طول، الاحسن ان انت تروح لحاجة تكون ضررها اقل. ساعتها تفكيرك في الحاجة التانية دي هيكون اقل بكتير، وانت بتخلق النظام اللي انت هتمشي عليه. خلي دايما عندك عقلية البدايل، بدل ما هاكل وجبة دسمة كلها دهون، لا هاخد منها جزء صغير واحط معاها مثلا سلطة او احط معاها خضار كتير. ساعتها كده مش هحس بالحرمان، وفي نفس الوقت بدي جسمي حاجة مفيدة ليه. بدل ما اجري على الاكل عشان اطلع فيه مشاعري، لا هدور على طرق تانية افهم بيها نفسي، ادور على حاجات تانية اعملها. فالفكرة مش ان انا بحاول ابطل حاجة، انا بحاول ادور على بدايل ليها تكون اقل ضرر، حاجة تقربني اكتر للهدف بتاعي. فلو انا عارف البدايل خلاص ساعتها هقدر ان انا امشي على الخطة والموضوع هيكون سهل جدا. خامس حاجة عاوزة اقولها، انك لما بتمشي ورا مشاعرك ده بيقلل حريتك مش بيزودها. اللي بيزود حريتك هو ان انت يكون في عندك خطة ماشي عليها، لان ده بيمنع ارهاق اتخاذ القرار. من غير نظام بضيع وقت كتير في اتخاذ القرار، لاني بدخل في دايرة اخد قرار وبعد كده انفذ، اخد قرار وبعد كده انفذ. فالاحسن ان انت تكون عارف او واخد كل القرارات مسبقا، ومجرد ان انت بس هتمشي على الخطة على طول. معظم الايام بصحى مش قادرة ان انا اقوم اشتغل، ولا اقوم ان انا العب رياضة، ولا اقوم من السرير اصلا. لكن لو انا عندي سيستم ماشي عليه، ساعتها خلاص انا مجرد هقوم هنفذ كل الحاجات اللي ورايا، الموضوع بيكون سهل جدا. انا عارفة ان انا لما هقوم عندي مثلا التزامات معينة في البيت، بعدها عندي شغل معين، بعدها انا هاكل مثلا في نص اليوم، وبعد ما هخلص اكل انا هقوم العب رياضة. في سيستم معين ماشي عليه او نظام معين ماشي عليه، فمش هقعد بقى في نص اليوم اقعد افكر انا هلعب رياضه بعد الاكل ولا هلعب رياضه قبل ما انام على طول. مش هقعد اضيع وقت في اتخاذ القرار، انا مجرد خلاص انا عملت البلان واخدت القرارات في البدايه، ودلوقتي عندي خطه همشي عليها على طول. ما ينفعش اصحى من النوم اقول انا حاسس ان انا النهارده ممكن العب رياضه، انا حاسس ان انا النهارده ممكن اكل اكل مغذي اكتر لجسمي. لا، انا بعمل بلان وباخد كل القرارات من قبلها، وعارف انا هاكل امتى وهاكل ايه، وعارف انا هلعب رياضه امتى، وعارف انا هقرا الكتاب الفلاني امتى، وعارف انا هقعد اعمل ريسيرش في التوبيك الفلاني امتى. فانا عارف كل حاجه وعندي بلان ماشي عليها. والاهم من ان انا يكون عندي بلان امشي عليها، المهم ان البلان دي تكون رياليستيك، تكون منطقيه. ما ينفعش ان انا احط فيها كميه حاجات عمرها ما هتخلص في نفس اليوم، لان ده برضو بيحط عليك بريشر ان انت تحس بالفشل في اخر اليوم، ان انت عامل مثلا لسه فيها 20 حاجه وما خلصتش منها غير حاجتين. فده معناها ان انت حاطط اصلا بلان من الاول مش رياليستيك. فبرضو مهم ان انت لما تقعد تحط خطه لنفسك او نظام تمشي عليه، ان يكون النظام ده منطقي. اخر حاجه بقى عايزه اقولها لكم هي ان الالتزام او الانضباط او الديسيبلين حاجه مش مثيره، مش اكسايتنج.
لازم تتقبّل فكرة إن أنت هتصحى كل يوم تعيد روتين إلى حدٍ ما مُمِل، لإن أنت كل يوم بتعمل نفس الحاجات، بس الحاجات اللي أنت بتعملها كل يوم دي هي اللي بتوصّلك لهدفك وهي اللي بتخلّيك شخص ناجح، وافتكر إن أنت لمّا بتعمل حاجات بسيطة بس باستمرار بتوصّلك لنجاح كبير جدًا، وعلى فكرة الالتزام مش بس بيقرّبك لهدفك، لأ ده بيقرّبك للشخص اللي أنت عاوز تبقاه. أنا لمّا أكون بالعب رياضة كل يوم، أنا مش مجرّد شخص بيلعب رياضة كل يوم، أنا باتحوّل لشخص رياضي، ففكّر فيها كده دايمًا، أنا باتحوّل لشخص جديد تمامًا، باغيّر الidentity بتاعتي، وبس كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وأشوفكم الفيديو الجاي.